تأهل المغرب ضد أمريكا في كأس العالم لأقل من 17 سنة. المنتخب المغربي أصبح المرشح الأقوى للفوز بكأس العالم. المنتخب المغربي عمر 17 و16 خير منا. شوف التخطيط في ظرف 3 سنين وعامين، شوف هما وين وصلوا، واحنا في الحضيض، سامحوني في الكلمه، معناها حتى كاس افريقيا ما ترشحناش. الشيء اللي خلانا ما نترشحوش حتى لكاس افريقيا، معناها هذوما مراكز تكوينيه للشبان في الحوم. الشاب يعود يمشي للقهوه ويمشي لامور اخرى خارجه عن الموضوع، يمشي المركز تكويني، يلقى النادي، يلقى التأطير. دونك 1000 في المملكه. نباركوا لاشقائنا المغاربه والكل، واللي هي حاجه مهمه جدا انك بعد خدمه تاع 10 سنين تربح منتخبات كبيره برشا. راهو مش سهل، معناها اليوم في ظرف عامين احنا ما نترشحوش حتى كاس افريقيا، مش حتى كاس العالم، ما ترشحناش حتى كاس افريقيا، هما يلعبوا كاس العالم. باش تفهم هنا الفرق وتفهم هنا التنظيم والتخطيط، لانه صارت برشا حاجات. المنتخب هذايا كان فيه مدرب. نقول لهم بون بور كومونسي مبروك على الفريق الوطني تاع المغرب، نحيوا اللاعبين، ستاف، لا فيدراسيون، الناس كاع اللي شاركت في هاد لا كاليفيكاسيون هذه. والفرحه راهي اليوم وهاد الايامات كاع الشعب المغربي، والحمد لله اليوم من اليوم وروح القدام ان شاء الله. elle doit toujours participer لا كوب دي موند. فشل وراء فشل، فشل وراء فشل. هذا الفشل اللي نوليو نعتز ونفتخر به، هذا الذي جعلنا في الحضيض. احنا كل عام في المشاكل، كل عام في المشاكل نتكلم كانه الاخر قوي. ما كانش قوي اللي كان ينافس فيك في قوه ولا انت ضعيف. وحنا رانا نقولوا واش هما اسباب ضعفنا. كنا كيفاش كنا متواجدين على مستوى الكاف وعلى مستوى الفيفا، كيف لا نتراجع؟ لماذا نتراجع حتى المنصب تاع الكاف هذا نحوسوا على سي جمال حبوا الرداءة والتشويش. فوالا هاي النتيجة. يفو ماتر انت دير الرداءة والتشويش. احنا اليوم اذا ما طرحناش الاسئله وكان تكلمنا توتالور يعني الاستراتيجي موين تيرم، الاستراتيجي. دوك اليوم انت تبني في لي زانفراستركتور، تي انفستي دو لارجون دي مونطون فارامينو، راهي صور عظام وكبار اللي راهي تصرف وانت ما عندكش اوبجيكتيف. لكن حبيت نحكي على حاجه، نرجع عميل تالي جعفر. المنتخب هذايا، المنتخب المغربي هذا نفس الملاعبيه كان المنتخبنا الوطني التونسي لنفس الفئه، كان انتصر عليهم في تونس في دوره شمال افريقيا. كانت نجم حسين حط لنا الصوره، انتصر عليهم 3 أهداف مقابل هدف وحيد في دورة شمال افريقيا عام 2023. ايضا منتخبنا الوطني التونسي كمل الدورة هذيك وتوج باللقب على حساب المغرب، الجزائر، مصر في دورة شمال افريقيا، وتوج وقتها باللقب. وقتها كان المدرب انيس بوسعايدي. داير 3 أهداف تاع منتخبنا هنا كان سجلوهم يوسف بشا ثنائية وعمر بن علي هدف. حبيت نعطيك مقارنة في عامين من زمان كلنا على الورق وبالنتيجه خير منهم، فزنا عليهم. المنتخب المغربي السعودي سيفوز بالنتيجه والاداء على منتخب امريكا القوي، هو ما ساهلش. صحافه زيكو تفرجوا الرياضه كي دايره في المغرب، ما شاء الله. كان مشات هارا فرنسا ولا النرويج النهائي ان شاء الله باذن الله. الحمد لله المنتخب المغربي وفوزي جاي يحطوا كره القدم منتخبات في مستوى عالي. ميريكان يعني ما شاء الله. جيبوا لنا فرنسا ولا هذا النرويج. فرنسا اصلا مع حساب ديال 2022 اليوم، خاصك حساب يخلص ديال 2022 ان شاء الله باذن الله. المنتخب المغربي يفوز بالنتيجه والاداء. الف مبروك على الشعب المغربي، والف مبروك على كاع المغاربه، والف مبروك على فوزي القجع بهذا الانجاز وهذه الكره اللي حققها في المستوى العالي. نتمنى له التوفيق ان شاء الله ويدي اللقب لانه يستاهل اللقب. اليوم القجع والله العظيم القجع ديما يقول باغي نجيب كاس العالم في اي فئه، وعنده الفرصه كان غادي يجيبها في كره القدم مع الرجال مع 2022، في كرة الصالات اليوم ان شاء الله في الفئات العمريه هذه. الحمد لله المنتخبات المغربيه، وهذا الشيء علاش راهم حاسدين المغرب، وهذا الشيء علاش ما باغيينش المغرب يزيد لقدام، وما باغيينش المغرب يدير كاس افريقيا. وهذا الشيء علاش هذوك الذباب الالكتروني وصحافه زيكو يحاربوا في المغرب 27. اليوم المغرب المستوى ديالو وصل هنا. هذا الشيء اللي راه مقنطهم ويقول ديروا المقاطعه وكتمنا. وبعض الناس تابعينهم، شدوا في بلادكم، بلادكم راه في المستوى العالي. شكون اللي راه تبين لكم في العالم؟ هي كره القدم. كره القدم تبين اي دوله في العالم بين حطتها في المستوى العالي.